سارة كانت بتحب تجمع العرايس القديمة، دايما تشتري أي عروسة تلفت نظرها من الأسواق أو المزادات. في يوم لقت عروسة خشب قديمة شكلها غريب ووشها عليه ابتسامة صغيرة وعينيها واسعة كأنها بتبص لحاجة. البياع قال لها إنها مش للبيع، لكن سارة أصرت ودفعت ضعف السعر وأخدتها. من أول ما دخلت العروسة البيت بدأت حاجات غريبة تحصل. كل ليلة كانت سارة تلاقي العروسة مش في مكانها، مرة تلاقيها قاعدة على الكنبة بدل الرف، ومرة تلاقيها في أوضة تانية كأنها بتتحرك لوحدها. في يوم من الأيام كانت قاعدة بتتفرج على فيلم، سمعت صوت خطوات خفيفة جاية من الأوضة اللي فيها العروسة. لما دخلت تشوف لقت العروسة قاعدة قدام المراية وميلتها كأنها بتتأمن نفسها كأنها بني آدم. رغم كده سارة أقنعت نفسها إن دي مجرد تخيلات، بس اللي حصل في الليلة اللي بعدها كان مستحيل يكون تخيل. وهي نايمة سمعت صوت ضحكة جنب سريرها، فتحت عينيها ولقت العروسة قاعدة على الأرض وشها متجه ليها، والابتسامة اللي كانت صغيرة بقت أوسع. سارة حاولت تهدي نفسها، رجعت العروسة للرف وقفلت الباب الأوضة كويس، لكنها صحيت الصبح على صوت حد بيناديها، الصوت كأن طفل صغير. سارة سارة تعالي نلعب. قررت سارة تتخلص من العروسة ورمتها في الزبالة، بس لما رجعت البيت لقيت العروسة قاعدة على سريرها مستنياها، والابتسامة بقت شبه ضحكة. العروسة كان فيها ورقة مكتوب عليها: أنا محدش بيتخلص مني، إحنا مع بعض للأبد. العرايس مجرد لعب أطفال صح، لكن مش دايما، ساعات ممكن تكون أكتر من مجرد لعبة، ممكن تكون مراقبة.